كنت مرتبطة جدا بجدتي. لما عيت في آخر أيامها ولحد ما ماتت ما كناش وصلنا لتشخيص دقيق ولا حاسم لحالتها. كان طبيعي إن أنا أهتم جدا بالتقنيات المتطورة في التشخيص قبل ما أجي مستشفى 357. لما قدمت أول مرة ما كنتش سجلت الماجستير، بس ادوني فرصة تانية إن أنا أقدم تاني بكل احترافية ونزاهة. أقسام التوعية وخدمة المرضى بيدوا توعية للأهالي للسيطرة على الإنفكشن، وطبعا ده بيخفف الضغط من علينا كتير وبيسهل علينا جدا. التحليل اللي في العادي بياخد أسبوع هنا بيخلص في 12 ساعة، والحاجة اللي بتتعمل في 3 ساعات هنا بتخلص في ربع ساعة. الفترة القصيرة اللي فاتت بقى عندنا إنجازين كبار جدا: وحدة البروتون ثيرابي وغرف زراعة النخاع. الكارير باث الحمد لله ماشي كويس جدا. أنا بدأت ريزيدنت ودلوقتي أسيستنت كونسلتنت بيدياتريك أونكولوجي. كل كبيرة وصغيرة بيشترك فيها مجموعة استشاريين، بدل العين عيون وبدل الرأي آراء.